إذا حفظت الآية مثلا أو السورة أو نصف الوجه لابد تراجع في نفس اليوم، راجع في العصر، راجع قبل النوم. الأمر السادس الذي يثبت الحفظ القراءة في الصلوات، وهذه تعتبر مهجورة عند كثير من الحفاظ والمتعلمين إلا من رحم الله. خلاص قل الله أحد رب الفلق إذا جاء صلوات وانتهى الموضوع. لا، اقرأ ما حفظته في صلواتك فهي من المثبتات. وكل أسبوع مرر نفسك على ما حفظته. ولذلك كيف كانت أحزاب الصحابة رضي الله عنهم؟ كانت 7 أحزاب ذكرها أهل التفسير أو أهل التجويد في كلمة فمي بشوق. فقالوا كلمة أيوه فمي بشوق. فمي بشوق. بشوق. نعم. الفاء إلى الميم المائدة هذا يوم. الميم إلى الشين، فمي إلى الياء إلى يونس هذا يوم. فمي بشوق، الياء إلى الباء سبحان الإسراء بشوق. ثم من سبحان إلى الشعراء اللي شين بشوق. عندنا الواو الشعراء إلى الصافات والصافات. وعندنا اليوم السادس إلى قاف بشوق إلى قاف. ثم اليوم السابع من قاف اللي هو المفصل إلى آخر القرآن. فكان حزبهم أسبوعيا. ولذلك إذا ننتبه الإنسان يترك القرآن أكثر من 7 أيام كما فعل الصحابة، ما بالك شهر وشهرين. بعض الناس في رمضان إلى رمضان كيف يريد البركة في حياته وفي أموره وفي أهله وماله. نسأل الله